ده طبعا كان عناوين اخبارنا النهارده. في حاجات كتيره، لان طبعا جماهير الاهلي كلها من امبارح بالليل عايزه تطمن على لعيبه الاهلي بعد حاله الانقلاب اللي حصلت وضرب رصاص بجانب الاوتيل وحاجات كتيره جدا، لكن اللي بيحصل الحمد لله بشكل كويس، في حاجه كويسه. كلام كتير جدا برضو عن انه هيبقى في ظاهره عسكريه، ده اللي هيجي معانا في اخبارنا. لكن خلينا ناخد اول خبر معانا، وهو التنفيذيه بتكشف عن عقوبات الاولمبي. عارفين المنتخب الاولمبي في مشكله اليومين دول كبيره جدا على المنتخب الاولمبي وعقوبات المنتخب الاولمبي. خليني بس قبل ما اخد العقوبات واللجنه التنفيذيه اللي خدتها على المنتخب الاولمبي، مين اللي اتاخد عقوبات وكده، خلينا نروح للكابتن احمد مجاهد، عضو مجلس اداره اتحاد الكره السابق، وكان هو رئيس البعثه المنتخب في رحله المغرب اللي كانت مؤهله لتصفيات او اولمبياد لندن. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. طيب خليني ابتدي معاك معلش من المغرب، وهو يعني الدنيا دلوقتي بقت كلام كتير عن المنتخب الاولمبي ورحله المغرب بالذات. يمكن هو رحلتين، المغرب وكوستاريكا، ولكن رحله المغرب يقال ان فيها بعض الافعال اللي حصلت، وحضرتك كنت رئيس البعثه. هل الحاجات دي ذكرت في تقرير حضرتك ام الحاجات دي لم تذكر، والحاجات دي كلها يعني طلعت بعد هذا الحدث بكتير يعني؟ اولا يا كابتن حازم، طبعا انا بدايه بس الاول طبعا يعني انا احب يعني اقول يعني ان احنا كلنا قلقين على بعثه النادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يجيبهم بالسلامه، وده الاهم. لكن الحقيقه اللي انا عايز ارد عليها ان انا فوجئت من امبارح والنهارده يعني بكتير جدا من الاخبار بيتكلموا عن الحقيقه بشكل من اشكال التشهير الزائد عن الحد الحقيقه المنتخب الاولمبي وجهازه ولاعبيه الحقيقه. وبعدين ذكر قالوا ان ده في المغرب وفضيحه اخلاقيه حصلت في المغرب. الحقيقه انا بس يعني انا معاك الحقيقه، وانت عارف انا الحمد لله يعني انا اشهد بكل اللي شفته، وانا ما بعرفش اجامل اساسا، ولو كنت هجامل بعد ما رجعنا من المغرب انا كتبت تقرير تسبب ان في 3 أو 4 صحفيين مشيوا من الاتحاد او مشيوا من المنتخب، مش لاسباب اخلاقيه، لان انا في الوقت ده قلت رايت ان منصب المنسق الاعلامي مثلا في المنتخبات ملوش يعني الجدوى الكافيه، وكان ده سبب ان مجلس الاداره اتخذ قرار بالغاء المنصب، ويمكن مشي منه اكثر من واحد. لكن لما نيجي نتكلم ان في حاجات سلوكيه، الكلام ده لم يحدث اطلاقا. الحقيقه من الاساس عشان اكتبه انا عندي تقرير بتاع المغرب، ممكن اجيب لحضرتك صوره منه، يعني اظن ان هو كنت كاتب فيه تقريبا كل حاجه. لكن كون ان النهارده في خلافات او في صراعات ما بين جهاز وشركه، انا شايف ان الامر وصل لشكل ما كانش يجب. انت راجل كنت لعيب كبير وعارف الكلام ده، سواء في منتخبات ناشئين وشباب واولمبي ومنتخب اول، في سفريات كتيره بتحصل بيبقى في عدد من اللاعبين وجهاز، ويعني ما ينفعش النهارده ان انت تحاول تقلل لما يكون في بطوله مؤهله للاولمبياد. اكيد الفريق كان على اعلى مستوى من التركيز، والحمد لله قدر يحقق الهدف اللي هو كان رايح له. الحمد لله بطوله حصل فيها نجاح، ما حصلش من الاساس الكلام اللي بيتردد في واقعه بتذكر على احد المسؤولين في الجهاز الفني. الحقيقه انا يعني سواء انا متفق معاه او مختلف او شايف ان هو يجب انه كان يمشي او ما يمشيش لاي سبب تاني، لان في عدد محدد في لندن هو اللي هيسافر في البعثه. يعني احنا عندنا ممكن يبقى البعثه، انت عارف ان الاولمبياد غير كاس عالم، الاولمبياد دي الكوره بتبقى من ضمن بعثه كامله لها عدد محدد، فما بقاش لها نفس العدد. كان ممكن جدا ان يتقال ان ممكن يكون الكابتن فجر او الكابتن علاء شاكر باسمه الكبير برضه ممكن مش هيكونوا موجودين في لندن، ممكن يكون الجهاز هيبقى فيه عدد زياده، كان ممكن ما يسافروش لهذا السبب. لكن كون ان يتقال اي اسباب غير كده انا برفضها تماما. انا الحقيقه شفت جهاز فني على اعلى مستوى. يعني انت حضرتك شايف ان كابتن فجر الاسلام بالذات، لان هو اللي يمكن ذكر في موضوع المغرب ده، شايف ان هو راجل بريء تماما من العقوبه دي؟ لا اللي حصل، انا بقول لك اللي حصل بالتحديد، اللي حصل بالتحديد في المغرب في وسط 23 يوم، ان احنا كنا قاعدين في فندق، الفندق ده على اطراف مراكش، يمكن ما بيدخلش فيه تقريبا حد خالص. يمكن كنا احنا والفرق الثانيه اللي بتلعب كانت الجابون موجوده، والفرق اللي كانت مشاركه معانا في البطوله هم اللي في الاوتيل في جانب ثاني خالص، يمكن كنا لوحدنا تماما. فكان اي حد غريب بيدخل الفندق ده واضح جدا وباين في الشكل. لكن كون ان يبقى في حد قاعد في كافيه، فحصلت مثلا حاجه هزار مع واحد قاعد جنبيه، فالموضوع يكبر، يحاولوا الناس تحاول دلوقتي ترجع تستعيد اللي حصل. ايه تعليلك يعني يا كابتن احمد ان دلوقتي بعد شهرين ولا حاجه او 3 4 شهور
وما حصلش حاجه، ايه تبريرك دلوقتي ان يحصل ايقاف ليه او استبعاد وبنتقال عليه كذا؟ يعني ايه يعني استندوا على ايه؟ هو طيب طبعا واضح ان هو ممكن يكون الفتره اللي فاتت ديت في السفريه الاخيره بتاعه المنتخب الاولمبي اللي هي يمكن حصل فيها شويه مشاكل حتى في الاعلام. يعني انا ما اعرفش مدى صحه الكلام اللي بيتقال ده ايه، لكن مشاكل. وانت عارف ان كان في خلاف ما بين راعي وبين شركه ثانيه جايه وبين الجهاز الفني والقصه دي. فالموضوع يمكن بدا يتقال مين قال يمكن ده هو الحقيقه ان في البدايه الجهاز الفني ما كانش متعاون مع فجر، وفجر مش متعاون معاهم، هم حاسين ان هو فرض عليهم. هم من زمان في شويه حساسيه. يمكن انا في تقرير المغرب كتبت في البدايه ان هو كان في البدايه في فتره سفرنا المغرب كان هو واخد جنب من الجهاز، بعد كده بداوا يتعاونوا في الاخر لما بدات البطوله كان اشتغل، وانا كاتب كده بالتحديد في التقرير من وقتها. لكن يمكن لما جه النهارده بداوا يقولوا مين اللي مثلا قال او سبب ان مثلا قال مين التشكيل او مين اختلف مع مين او كابتن فكري يشد مع الشناوي. يمكن الكلام ده هم تصوروا انه خرج منه، فبدا الناس بتتصيد اخطاء لبعض. لكن انا بقى اجزم ان سواء في بعثه المغرب او سواء اللي انا شفته من الجهاز ده كله، انا شايف ان الجهاز ده حقق نجاح ونجاح كبير جدا. واحنا داخلين على دوره اولمبيه عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نتخطى الدور الاول، وممكن يكون عندنا فرصه لتحقيق ميداليه اولمبيه لاول مره. فانا شايف ان الكلام ده كله ما يصحش انه يتقال، كلام صغير قوي، والكلام ده كله لا اساس له من الصحه. يمكن في بعض تصافي الحسابات او حاجه الله اعلم بيها. بشكرك كابتن احمد مجاهد، شكرا جزيلا، عضو مجلس اداره اتحاد الكره السابق، وكان رئيس البعثه في سفريه المغرب المؤهله كانت لتصفيات او اولمبياد لندن، وكان هو اللي كتب التقرير اللي بيقول دلوقتي ان انا ما ذكرتش فيه اي حاجه تدين فجر الاسلام او كانت فجر الاسلام، وان هو ممكن يبقى يعني اخر السفريه بتاع كوستاريكا دي هي اللي خلت الناس تاخد عنه فكره او تطلعه بره السفريه. كلام يعني بجد ما فيش حاجه الواحد عارف يمسك عليها، لكن يعني كله كلام مرسل. مره يقولوا هاني رمزي والمعسكر بتاعه واحد جايب له معسكر تاني، والشركه الراعيه هي اللي خسرانه، فبالتالي طلعت المشاكل. دلوقتي دخلوا في حاجات اخلاقيه. كابتن اهو يعني مجاهد قال لا ما فيش اي حاجه اخلاقيه حصلت في السفريه دي، قالوا لا في السفريه الثانيه كوستاريكا حصل فيها بعض الحاجات. كلام كتير. والنهارده عايز اقول لكم قرارات اللجنه التنفيذيه اتحاد الكوره خاص